قصة حدثت لطالبة جامعية. أحب الطالب ل4 سنوات، ولكن ما قدر يتزوجها بسبب حالته المادية. وبعد التخرج كان بيناتهم اتصال، وانقطع الاتصال، وضاعت أخبار الشاب. انقهرت البنت وتمرضت، وبعدها فقدت حاسة الكلام والنطق. فمرة من المرات أخذتها أمها للزيارة، ومرت بها المقابر تزور أهلها هناك. وبالصدفة كان تشوف صورة على أحد القبور الشهيد البطل اللي طلع هو نفسه حبيبها الطالب اللي حبته بالجامعة. هنا صرخت البنت بصوت عالي: ولك يمه هذا. أمها تعجبت لأن بنتها لا تتكلم. قالت: يمه اسم الله عليك، منو هذا؟ فردت البنت على أمها: يمه هذا الأخ الصوتي هنا نايم رغد. يمه هذا الأخ الصوتي هنا نايم رغد. فبقت تبكي. الفرقة محبس والصبر ما عنده ايد. فبقت تتكلم مع حبيبها: ها يا روحي، ها يا روحي، هم تحكي، هم تتحسر وتبكي، هم القلب يوجع بيك، وتذكرني وانت بنص قبر. يا الباقوك مني، من عندي خذوا كل شي. صار الفرح ما ينشاف وحزن ساكن برمشي، وصار الفرح ما ينشاف وحزن ساكن برمشي. تحياتي إلى حبيبتي الغالية.